السلام عليكم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ طيب قبل ما ابدا اي حاجه، سقفه للمنتخب المغربي، سقفه لل... لوزاره وزاره الرياضه في المغرب، اللي هو انا حتى ما اعرفش اسمها والله. انا عارف اسمها مختلف. سقفه للجمهور، وسقفه للعيبه اللي فعلا امنت بنفسها. طب انا هاجي الموضوع المغرب ده، لان يعني انا الماتش ما شفته في الاعدادات في السوفا سكور، ماتش المغرب والارجنتين، قلت ماتش النهائي بقى هتفرج عليه. كده كان الفجر، بس قلت لا، انا كده كده هصحى، قلت هنام بدري واصحى بدري شويه واتفرج على الماتش. واي زي اي حد يا جماعه، انا عارف ان الارجنتين هتكسب، عارف ان هشوف وساخه من التحكيم، وحصل عارف ان هشوف وساخه من التحكيم وحصل. بس قلت انا عارف ان المغرب، سواء في البطوله اللي فاتت، سواء في كاس العالم، سواء في افريقيا، في البطوله دي، هما المغرب حتى لو خسر الماتش، فاحنا عارفين ان هو هيأدي اداء تخليك بعد الماتش تقول اللعيبه دي رجاله. انا لو مغربي هقول لا يا جماعه، انا راضي عن الاداء ده، انا راضي جدا، اللعيبه كانت رجاله، واحنا عارفين ان هيبقى فيه وساخه في الماتش، وحصل. كابتن اسامه نبيه، ايه رايك في ده؟ هل يعني المغرب يعني كده اعلى من اليابان، صح؟ يعني ما عندهمش امكانيات اليابان، صح؟ الماتش بدأ، المغرب والارجنتين، ماتش حلو، والارجنتين بتلعب ماسكه كوره، المغرب بتلعب ماسكه كوره، ماتش بص، بين فرقتين انت عارف انت هتتمتع في الماتش. مفيش فرقه فيهم بتدافع بقى اللي هو زي ايطاليا ومش عارف ايه، لا، فرقتين انت هتعرف انت هتتمتع في الماتش. المغرب جابت الجول، وجابت الجون التاني، والجونين الحمد لله يعني اللي واخد بالك جم في الشوط الاول، جونين جم في الشوط الاول. باقي الماتش وساخه يا جماعه. لو البطوله حرفيا متوجهه للارجنتين مش تبقى كده. يعني الحمد لله ان اللعيبه عرفت تجيب اجوان عاديه، يعني عارف انت بقى لو جون ضربه جزاء او مش عارف جون ايه، او مش عارف لا والله دي ممكن تبقى اوف سايد، لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، قفلوا الموضوع ده. لعيبه الارجنتين كانت نازله مستقله بالمغرب، بقولها لكم كانت نازله مستقلين بمنتخب المغرب، لا ده منتخب من افريقيا. احنا عارفين كده كده الافريقيا ما فيهاش كوره حلوه، اللي هو بس لعيبه قويه وخلاص. عندهم الفكر القديم، عندهم الفكر القديم. الارجنتين علمت عليهم، علمت على المنتخب اللي خد كاس العالم، تمام؟ اللي علمت عليهم ده. اللعيبه دي بالمناسبه يا جماعه، من يعني مش لعيبه جمعوها كده، لا، من افضل لعيبه العالم، لعيبه الارجنتين تحت ال 20 دول. ميسي كان منزل بوست بيقول يا جماعه رجاله ومش عارف ايه، وتستحقوا ارفعوا رؤوسكم. يا باشا تتعلم عليك، تتعلم عليك من المغرب. وبجد زي ما قلت، بجد الف 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 مبروك لكل الشعب المغربي. انا النهارده كنت بتفرج على الماتش كاني واحد من المغرب، كاني واحد مشجع للمغرب. انا في الاول الماتش عمال بقول يا رب المغرب تكسب، انا عارف كده كده هيبقى فيه وساخه، تمام؟ بس قلت على الاقل انا عارف ان الفرقه دي هتمتعنا، عارف ان الماتش ده هيتلعب ماتش عالمي. اول جونين جم، الدقيقه 90 صفرت، مش مصدق، انا قعدت شويه كده، وبعد كده رحت اتفرج على لقطات الماتش، اللي هي الحاجات اللي هي الملخص الطويل شويه، اللي هو الطويل. انا كنت قاعد مستمتع، مستمتع. الف الف مبروك، وبجد بجد انتوا فخر العرب. مش عارف حتى بقى فخر العرب ده، انتوا فخر بجد الكره الافريقيه. وشكرا جدا ليكوا يا منتخب المغرب على اداء من اجمل الاداءات اللي شفتها. وكنتوا رفعتوا راسنا، رفعتوا راسنا، مش بقى اداء مشرف ومش لا، رفعتوا راسنا باداء ونتيجه. دول فعلا اللي المفروض احنا نتعلم منهم. اتمنى عندنا الكره المصريه تبص على تجربه المغرب. وبالمناسبه هي مش طالعه فجاه، لا، ده بقالها 10 سنين، بقالها فتره بتجهز للموضوع ده. حسبي الله ونعم الوكيل. والف مبروك طبعا لكل الشعب المغربي، مباراه فعلا انتوا رفعتوا راسنا، رفعتوا راسنا، مش بس كعرب، كافريقيا. الف مبروك. الف مبروك، وربنا نتعلم منكم، يا رب نتعلم منكم. وننساش يا جماعه لايك واشتراك وكومنت الجميل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.